لماذا الدينار الرقمي الآن وما علاقته بالبريكس؟ جميعكم يتذكر بطاقة بريد الجزائر الصفراء والزرقاء القديمة، حيث كان استعمالها محدود على السحب من الصراف الآلي ولا تحتوي على رقم VCC كود في الخلف، حيث كانت مؤسسة بريد الجزائر هي من تتولى إدارة سيرفرات التحويل والسحب بالبطاقة، لكن تم إلغاء البطاقة وإصدار البطاقة الذهبية التي تحتوي على VCC كود 3 أرقام في الخلف. الجميع لا يعلم أن البطاقة الذهبية تصدر في الجزائر، لكن عملية التحويل والتشفير هي من ترخيص بنك يونيون باي الصيني الشبيه ببنك فيزا كارد وماستر كارد، مما جعل البطاقة قابلة للتعامل بها عبر الإنترنت خلاف البطاقة الأولى. هذا البنك له نظام تحويل مالي مستقل عن نظام سويفت الأمريكي، لكن السؤال المطروح: ما العلاقة بين هذا النظام وبين الدينار الرقمي والبطاقة الذهبية؟ العالم اليوم يسير بالسرعة القصوى نحو اعتماد العملات الرقمية بدلاً من العملات الورقية القديمة، والجزائر تحاول تدارك الوضع عبر جعل الدينار الجزائري عملة رقمية صالحة في كل مكان. لكن كيف سيحدث ذلك؟ بعد إعلان مجموعة البريكس ضم الجزائر في 2023، ستحتاج المجموعة إلى البيع والشراء بعملاتهم المحلية، ولكن ستكون التحويلات رقمية، وكل من يريد التعامل مع دول البريكس سيحتاج إلى شراء إحدى عملات دول مجموعة البريكس، ولكي يحدث ذلك يجب على كل من دول البريكس التي تجعل سعر عملتها ثابتا أن تقوم بتعويم عملاتها وإطلاقها إلكترونيا في البورصة، مما سيجعل الدينار الجزائري متداولا في بورصات دول المجموعة. المعروف أن الجزائر هي واحدة من الكثير من الدول التي تثبت سعر عملتها وتجعله منخفض جلبا للاستثمارات وتحجيما للواردات. لكن بعد إطلاق الدينار إلكترونيا بكميات محددة للتداول سترتفع قيمة الدينار، خاصة أن الجزائر أصبحت في تكتل اقتصادي، وكذلك لدى الجزائر بضاعة مهمة جدا هذه الأيام تؤرق أوروبا، وهو ما وعد به الرئيس عبد المجيد تبون برفع الدينار ل30% من قيمته أمام العملات الأخرى، وهذه القيمة لم يأتي بها من فراغ. الفائدة الثانية من رقمنة الدينار داخل البريكس هو أن الدينار الرقمي المتداول يمكنك التسوق به إلكترونيا داخل دول المجموعة، وسينتشر قبول عملات المجموعة بمرور الوقت خارج دول المجموعة ليتسع إلى الشرق الأوسط وأفريقيا وأجزاء من أوروبا وأمريكا الجنوبية، مما سيجعل المواطن قادرا على التسوق من مواقع صينية معروفة بالبطاقة الذهبية، خاصة أن تلك المواقع تستعمل نظام يونيون باي في تعاملاتها المعتمد في البطاقة الذهبية. الفائدة الثالثة هي أن دولة الكهول التي قامت بمنع دخول بطاقات بيسيرا وغيرها من الخارج كانت واعية أكثر من الشباب، وتحاول أن تستهدف السوق الموازية للعملات الإلكترونية الأخرى، وتمتص الكتلة النقدية فيه وفي سوق العملات الورقية الموازي عبر فتح مكاتب صرف العملة، وهو ما بدأت الجزائر في تطبيقه مؤخرا. الفائدة الرابعة هي أن سكان الدول المجاورة لنا سيشترون الدينار الرقمي الجزائري، مما ستزيد تبعيتهم الاقتصادية لنا أكثر. الفائدة الخامسة هي أن الدينار الرقمي سيطغى على الدينار الورقي، مما سيجعل حركة رؤوس الأموال مراقبة أكثر، خاصة أن الدولة ستعتمد على نظام إلغاء الضرائب أو تخفيضها للمقاولين الذاتيين والشركات التي تتعامل في مشترياتها ومبيعاتها على الدينار الرقمي، مما سيشجع المواطن أكثر على استعماله. الفائدة السادسة هي بعد انتشار الدينار الرقمي لدى الفئات الهشة والمتوسطة من المجتمع هي فرض النظام